احنا ليه بنتعلق بشخص بيأذينا؟ عارف ان في ناس بتتعلق اكتر بالشخص اللي بيكسرها، وده على فكره مش حب ابدا، احنا بنسميه في علم النفس الارتباط بالمعاناه. يعني العقل الباطن بيربط الالم بالامان. تفضل تقول مثلا انا مش قادر اسيبه، بس الحقيقه انك خايف تسيب النسخه اللي اتعودت عليها من العذاب. في دراسه منشوره في مجله الصدمات النفسيه واضطرابات الانفصال، ودي يعني دراسه حديثه مش قديمه. الدراسه ديت بتقول لك ان العلاقات اللي فيها شد وجذب، فيها اذى، فيها اعتذار، بتخلي المخ يفرز دوبامين وسيروتونين بنفس الطريقه اللي بيحصل بيها لما الانسان يكون مدمن. يعني انت مدمن، بس مش مدمن مخدرات، لا انت اصبحت مدمن وجع، وده يعني ممكن نقول عليه ايه، حاجه او لون شبه الحب. طيب ايه الحل في الموضوع ده؟ كل اللي انا عايزه منك انك هتجرب تمرين بسيط. كل المطلوب منك اسال نفسك، او هات ورقه وقلم وابدا اسال نفسك، يا ترى انا مين من غير الشخص ده؟ وعايزك تكررها كل يوم بصوت عالي لمده 7 ايام. اسال نفسك انا مين من غير الشخص دوت؟ انا حياتي ايه من غير الشخص ده؟ هتكتشف انك مش محتاجه. انت محتاج ترجع تحب نفسك انت، وده برضه اللي بنشتغل عليه في الجلسات. مش بس نفك التعلق بالشخص، ولكن بنفك العقده اللي جوه القلب. ودلوقتي عايزك تقول لي في كومنت، يا ترى حسيت قبل كده انك مش قادر تسيب حد رغم انه على طول بيوجعك وعلى طول بيزيد؟